اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى كده ان شاء الله فيديو جديد. لو اول مره بتشوفيني متنسيش تحطي لاختك اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلك منك كل جديد. سلامي وسلامي لكل اخواتنا سواء داخل مصر او خارج مصر، كلكم على راسي من فوق، بتشرفوني وتنوروني في قناتي. آم، اللي ان شاء الله بيكم انتوا باذن الله هكون حاجه ان شاء الله، وبوجودكم جنبي ومعايا، ربنا يخليكم ليا يا رب. النهارده بقى كده ان شاء الله نزلت محطة الرمل في اسكندرية. طبعا انا عارفة، طبعا انا من اسكندرية طبعا، فحبيت كده اخدكم معايا. الاول كده بصراحة قلنا هنتمشى شوية كده في المنشية واوريكم كده البحر والحتة دي كده. احنا بالظبط في محطة الرمل، وكمان احنا ما كناش فطرنا، فروحنا جبنا فول وفلافل من عند محمد احمد كده بسرعة نفطره. وبعد كده بقى ايه هنروح نبصوا على بص ده الحنطور، حبيت اصوره لكم برضه، بصراحة كان معدي فقلت استنوا بسرعة اصوره بجد عشان كان عاجبني قوي. هنا بقى انا ورميس وابو ملك كنا بنفطروا. وقفنا كده على الكورنيش كده، نفطر كده كل واحد سندوتش فول وسندوتش فلافل. وبعد كده بقى ايه نروحوا بقى ايه المول، نشوف العبايات هناك والاسعار والفساتين ونشوف الدنيا ايه. بس عايزه اقولكم في حاجات كتير حلوه، حاجاتهم تحفه قوي والله، في حاجات ياما حلوه. بس بصراحه انا ما جبتش حاجه، بس حبيت اوريكم العبايات واسعارها بجد حاجات حلوة قوي يعني. قلت كده ايه فيديو كده ايه يعني، نغير شوية كده بدل الروتينات، يبقى فيديو كده مختلف شوية. طبعا شايفين بقى البحر بقى والجمال بقى واللون السما الجميل ده. هنا في محطة الرمل كده احنا كنا واقفين. آه، فقلت بصراحة كده صور لكم المية واسكندرية كده وجمالها، اسكندرية ماريا زي ما بيقولوا. آم، احب بقى كده تنزلوا كده تحت تحطوا لي لايك كده بسرعة، وتسيبوا لي كده كومنت حلو كده من قلبكم. طبعا عارفة كلكم اخواتي وحبايبي وعلى راسي والله وجودكم. بتشرفوني وتسعدوني دايما والله بوجودكم عندي في القناة. هنا بقى حبيت اصور لكم كده الاماكن بقى كده، وبجد منظر حلو قوي. هنا بقى هنا في فنادق بقى، وهنا في حاجات كتير بقى كده جنب بعض. في فنادق، في عماير آه، كده يعني، في مصالح حكومية كمان كده يعني، في حاجات كده جنب بعضها. هنا بصوا بجد المنظر تحفة بجد. اسكندرية جميلة وجوها جميل. آه، يعني بجد اللي يعني مكان حلو كده، مكان حلو وجميل بس انا بصراحة نزلت محطة الرمل بس. كنت عايزة اروح استلي، بس استلي بقى ايه جوه لسه يعني تمشي بالمشروع، تركبي المشروع وتدخلي لحد اخر البحر عشان تروحي استلي. بس بصراحة بقى ايه قلت مرة تانية بإذن الله كده ابقى اخدكم برضو معايا هناك، وابقى اروح المنتزه برضو كده يوم كده نغيروا جو هناك برضو. بس انا قلت ايه كده يعني اصور لكم كده ايه مقاطع من هناك. هنا بقى كنا بص بعد ما وقفنا كده شوية وصورنا، رحنا بقى هنا مول اوريكم فيه كده بقى العبايات. بصوا العبايات حلوة قوي بصراحة بس هي اسعارها غالية بصراحة يعني، الاسعار مش رخيصة يعني. لا يعني هي قالت لي ان في عبايات بتبدأ من 750، في عبايات ب500. بس عايزة عباية حلوة بجد بقى ايه، ما هتعدي 750 كمان على فكرة، يعني اسعارها غالية. دي عاملة 1275. بصراحة انا ساعتها ما جبتش عباية، ما جبتش حاجة بصراحة، بس حبيت انزل كده اخد فكرة واشوف الاسعار ايه والدنيا ايه كده يعني. عايزة اقولك في حاجة تانية حلوة كتير برضو، بس في اماكن بتبقى منعة ان انت تصوري يعني، بيبقوا لا ما ممنوع تصوير، معرفش ليه يعني. بس عادي يعني، في اماكن واماكن، مش كل الاماكن.
دي كده كانت عباية فيها كده رسومات ورد مفرغة كده، بس كانت حلوة قوي برضو. وفيها هنا فيها كده اطار كده طويل كده فضي برضو بيلمع، بس كانت حلوة قوي كمان. دي كانت عاملة 1015. في عبايات كتير. وعلى فكرة مش شرط ان انتي تشوفي العباية، ودي برضو عجبتني، مش شرط ان انتي تشوفي العباية كده تقولي حلوة او وحشة. ساعات ممكن الحاجة على الموديل تقولي ان هي مش حلوة، بس تيجي تلبسيها عليكي تلاقيها تحفة، والعكس صحيح يعني. وممكن على فكرة تشوفي حاجة تحفة، يعني انا قبل كده كذا حاجة شفتها على الموديل كانت جميلة، بس انا اجي البسها تلاقيها وحشة عليا. مش شرط مقاسية، لا، في العموم يعني مش شرط ان انت تلاقي حاجة. دي كانت عاملة 1315. ففي اسعار بقى متفاوتة، يعني في اسعار غالية، يعني دخلنا برضو في الهانوفيل عندي في العجمي. دخلنا عند سميرة العبايات. قلت له اسعار العبايات ايه، قال لي بصي في بقى 1200 1300 لحد 1800 جنيه عباية. بس عبايات حلوة يعني. بس بصراحة عايزة اقول لكم برضو المكان وصيته لما يبقى مكان مشهور وليه صيت في المكان بتاعه او كده، بتبقى الاسعار فيه غالية على فكرة. دي حاجة بجد انا لاحظتها. ممكن تلاقي العباية ديت في مكان تاني وتلاقيها ارخص من كده بمبلغ محترم. يعني انا خدت بالي من الموضوع دوت. المكان كل ما بيكون هو غالي، مكان مشهور او معروف، وعلى فكرة ممكن تلاقي نفس الحاجة في مكان تاني، بس مكان دوت مش غالي قوي زي دوت، يعني مكان مش واو قوي زي دوت، تلاقي نفس الحاجة بس بسعر اقل. وممكن تلاقيهم فرشين في الشارع، في ناس بلاقيها فرشة في الشارع كده بحاجات برضو براندات. فمش شرط يعني. بس والعباية دي برضو كانت حلوة جدا بصراحة، عجبتني برضو. بس عايزة حد يكون جسمه رفيع. عايزة اقولكم كده ان هو من عند البطن كده في استك، وليها حزام والاطار بتاعها دوت كده عادي كده بيلمع، بس كان برضو شكلها حلو قوي بجد والله. في كذا حاجة كانت تحفة بصراحة، وكلهم حلوين. وفي اسعار هادية برضو، مش عالية. وعايزة اقولكم كان في كمان شفت محلات برضو فيها شميزات وبناطيل جيبات. كان في حاجة تاني برضو الوان تحفة، الوان صيفي كده والفان الوان كده بجد قمر يعني. فانا بصراحة ايه حبيت اصور لكم الحاجات دي كده واوريكم العبايات عندنا في اسكندرية واسعارها. دي العباية ديت كانت عاملة آه، مش عارفة، يعني برضو في الرينج دوت يعني. بس دي ما كانتش غالية قوي على فكرة. حبيت اصور لكم كده العبايات واوريكم كده شوية من اسكندرية كده اماكن. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية. دي بقى ده كان قسم الفساتين. بصوا الحتة دي كده كانت كلها فساتين، فساتين حلوة برضو بصراحة. عايزة اقولكم والله ممكن انتي تشوفيها كده تقول الفستان مش حلو، بس في اللبس يبقى تحفة. ودايما القالب بيبقى غالب عشان تبقوا عارفين. يعني الواحدة لو جسمها منسق كده وجسمها حلو بتدي كده، بتدي شكل كده حلو للحاجة اللي هي لابساها بصراحة يعني. ده برضو بيفرق. العباية دي برضو عجبتني بصراحة. بصي ممكن تشوفيها عادية، بس في اللبس برضو تبقى تحفة، على حسب. فأنا كنت بفتكر ان الحاجة على الموديل شكلها حلو هتبقى عليا انا كمان حلوة، او اي حد، يعني بتكلم في العموم. بس ممكن الحاجة تبقى على الموديل تحفة وعليا انا مش حلوة، والعكس. فهنا بصراحة البنوتة حد كويس أوي، حد محترم قوي وما رفضتش ان هي تخليني اصور، لا قالت لي صوري اللي انت عايزاه وكان الذوق يعني وبجد بحب قوي الناس المحترمة والشيك في كلامها كده واسلوبها بجد يعني. ان الواحد يبقى لسانه حلو مع الناس ويتكلم باسلوب حلو، دي حاجة كويسة يعني. ببقى يعني بحب الناس اللي تقول شكرا
وميرسي وكتر خيرك. بحب قوي الناس اللي كده، بحب الناس اللي هي يبقى لسانها حلو مع اللي حواليها، مش اللي بيقولوا اللي في قلبي على لساني. لا، ما بحبش كده. ايه يعني ايه اللي في قلبي على لساني؟ يعني مثلا اغلط في اللي قدامي واقول اصل هو ده اللي جوايا فانا قلته. لا، مش بحب كده. في حاجة اسمها بعد اذنك، في كده حاجات احنا اتربينا عليها واسلوب كده. مش اي حد على فكرة يتكلم كده. عايزة اقول لكم الواحد بيتكلم عن شخصيته. يعني انا لما بتكلم باسلوب حلو دوت بيدي انطباع عن شخصيتي، ولما اتكلم باسلوب وحش ده بيدي انطباع عن شخصيتي وعن تربيتي والبيئة اللي انا نشأت منها. فلازم نتكلم باسلوب حلو واسلوب محترم عشان الناس تحبنا وتحترمنا. دي برضو العباية دي برضو عجبتني جدا على فكرة. حلوة قوي بجد، حلوة قوي يعني. ال ال لا، بجد جميلة. وحاساها في اللبس تبقى حلوة قوي برضو. ف... فبحب قوي الناس الذوق المحترمة ديت. بجد. اي حد محترم ببقى عايزة احطه على راسي من فوق. اي حد بيبقى مهزأ او قليل الذوق ما بحبش اتعامل معاه خالص على فكرة. والله بجد ببقى بقفل من الناس. اي حد كده بلاقيه قليل الذوق بقفل منه وما بتكلمش معاه، وما بحبش ادخل معاه في كلام. دي برضو عجبتني قوي، العباية دي كانت تحفة بجد وجميلة. آم، آه، يعني شكلها شيك كده واسمها قمرة الخليج. آه، بجد برضو عجبتني، حلوة قوي. في عبايات كتير حلوة على فكرة واسعار بقى زي ما انتوا عايزين يعني. هي قالت يعني انا صورت في كذا مكان. ففي واحدة قالت لي في عبايات ب500 وفي عبايات باكتر من كده ب500 وانتي طالعة. بس طبعا العباية ب500 غير اللي ب800، غير اللي ب1000. كل حاجة ولها سعرها. بس من أجمل العبايات اللي هي بتبقى ناعمة. بتبقى كده قماشتها ناعمة كده بحطها هي وهي على جسمك كده بتحس ان ايه، هي خفيفة وناعمة كده على جلدك. لكن في عبايات تانية بتبقى خشنة كده وبتبقى مش لطيفة. واحنا اصلا الجو حر فعايزين حاجات تبقى خفيفة كده. هنا بقى بعد ما لفينا كده، هنا بقى بقينا في المنشية، رجعنا تاني محطة الرمل. وجبنا عصير قصب بقى كده نطري على قلبنا من الشمس وكده. العباية دي برضو عجبتني جدا. هنا بصوا بقى كنت انا هنا جيت العجمي. خلاص بقى جينا من محطة الرمل. جينا على عجمي. ده محل اسمه سميرة. برضو العباية عنده تحفة. ده بقى بصوا مشهور في العجمي. محل ده بتاع سميرة، بتاع عبايات، بتاع جلاليب. عنده كمان حاجات العمرة والحج. القسم كده للحاجات كلها ابيض فابيض. فانا سألته بقول له ايه الحاجات ديت، فقال لي دوت ده القسم بتاع الهدوم بتاعت الحج والعمرة وكده. فعيني دمعت. عيني دمعت لان نفسي يعني نفسي اروح اعمل عمرة. ربنا يكتبها لي ويكتبها لكم يا رب. ويكتبها لكل مشتاق يا رب. وطبعا ربنا يجيب اهالينا وحبايبنا بالسلامة اللي في الحج يا رب، كده حج مبروك وذنب مغفور ان شاء الله. هنا بصوا سميرة من بره كده. حبيت اصور لكم العبايات برضو اللي هناك. برضو عندهم حاجات تحفة قوي والله، وحاجات جميلة، حاجات كتير قوي حلوة.